السلام عليكم، صباح الخير أصدقائنا الهواة. اليوم راح نحكو حقيقة الألفرك الصفراء، لأنه على بالك باللي راني في العشر أيام هادوما سمعت الهضرة بزاف كارثة عليها. المهم، الألفرك هذه خوتي ما تسوى والو. هذه ألفرك القيمة تاعها هي ألفرك فقط. أما نروحو دوكا للهواة، الألفرك اللي يشروها لي كوليكسيونات هي ألفرك اللي فيها نموذج اللي راني داير عليها بالاحمر هكذا. هذه هي الألفرك اللي يشروها لي كوليكسيونور الهواة، ويشروها بثمن نورمال، وحنا ما نشروهاش لانه هو تدخل في الربا حرام. تسمى يبدلها بيد الجيري قديم، يبدلها بحاجه. هذه هي حنا كيفاش ندير، لانه حاجه متداوله تمشي. ثاني شيء، الناس راهم يقولوا الهضره عليها، يقولوا الألفرك هذه يزيدوها للذهب وصوالح هكذا. راح نقول لكم حاجه وسمعوني مليح. عباك يقول النبي عليه الصلاه والسلام: من غشنا فليس منا. تسمى هذا الانسان الفرك راح يخدم بها الذهب وراح يدمر بها الناس. سافودير يولي انسان هدايا راح يغش يماك، اختك، اهلك. راك معايا؟ تسمى الانسان ما يقبلهاش، راح يغش. المهم، هذه الألفرك خوتي والله ما تسوى حاجه. هذه صرات الحكايه تاعها بالك الناس اللي تشفى ثانيك في 2010 2009 وكذا، 100 فرق تاع تراكتور نفس الشيء، والله ما تسوى حاجه. المهم، اللهم اشهد فاني بلغت. راني قلتها وما نعاودهاش لانه عباكم لاصاج بزاف عليها كبيره. وثاني شيء، اللي حب يزورنا مرحبا به، راني هنا. اللي حب يدي معلومه عند الاستاذ حوفه ادريس راني هنا، والله غير فوق راسي وعينيا. المهم، مرحبا بكم جميعا، ودائما شعارنا هو نلتقي لنرتقي. مع السلامه، السلام عليكم.